اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. صباح الفل، صباح السعادة والهنا، مساء الخير، مساء السعادة والهنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس اللي هي أكلة المستعجلين. صينية بطاطس وهنعمل فيها حركة جديدة كده ما عملناش قبل كده. هنعمل فيها تكتين، تكة هنعملها في الصلصة بتاعتها، وتكة هنعملها في اللي هنحطه جواها. معايا بطاطس ومعايا بصل طبعا لصينية البطاطس، ومعايا التوابل بتاعت البطاطس، معايا ملح ومعايا فلفل اسود، ومعايا يعني ايه شوية قرفة على جنزبيل، بس ده بس اللي هحطهم لها. وبقية التوابل هقسم منها للفراخ. هعمل فراخ مشوية بصوا الفراخ نضيفة ازاي من جوه زي الفل. هعمل فراخ مشوية هحطها جوه اللهم صل على النبي، جوه صينية البطاطس. هوريكم هنعملها ازاي ونحطها ازاي مع بعض. بصوا الفرخة من جوه نضيفة قشطة ازاي زي الفل، زي الفل. بصوا، على فكرة عايزة اقول لكم معلومة، الفرخة لما تبقوا جايبينها في نفس اليوم ما بتستويش حلو. الفرخة لازم تقعد يوم في الفريزر، ليلة في الفريزر، لازم تبات ليلة، بتديكوا نتيجة احسن وطعم احسن على فكرة. بصوا بقى، احنا ضربنا التتبيلة كانت عبارة عن ايه: 7 بهارات، وقرفة على جنزبيل، وتوابل فراخ، وحبهان، واللهم صل على النبي فلفل اسود، وملح. بصوا دي الكبه احنا ضربناها في الكبه، وضربت معاها طماطميه. مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي، والله والله اللي ما بيعملش الطريقه دي يجربها وهيلاقي فرق فظيع في الطعم والريحه. انا افضي التتبيله كلها وادعك بيها الفرخه. اعذروني انا بشتغل بايد واحده عشان ما عنديش حد من العيال يصورني. الولاد في الدروس، ربنا معاهم جميعا يا رب يوفقهم. هتبلها من جوه كويس وارجع لكم تاني، خليكم معايا. بصوا تبلت الفرخه بقت عامله ازاي. بصوا من تحت الجلد، التتبيله كلها من تحت الجلد. بصوا من الجناب، بصوا عامله ازاي، تحفه. ريحتها والله ريحه التتبيله فظيعه، ومن جوه من كل حته، من كل حته. بصوا عامله ازاي من تحت الجلد ازاي، من كل حته. التتبيله تحفه تحفه، ريحتها جميله، ريحتها جميله جدا. دلوقتي بقى هقشر البطاطس والبصل واجهزهم عشان نعمل الصينيه، خليكم معايا. بصوا قطعت البطاطس، قطعتها حلقات. طبعا كلكم عارفين البطاطس الصينيه بتتقطع ازاي. قطعتها حلقات، وقطعت البصل حلقات. بصوا اهو. وهفضي عليها التوابل اللي هي ايه بقى: قرفة على جنزبيل، وملح، و7 بهارات، اللهم صل على النبي، وفلفل اسود. وهحط سنة كزبرة مش كتيرة. بصوا بقى معايا ايه هنا في شفشق الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا فلفل، ومعايا توم، ومعايا الطماطم اللي هضربها لصينية البطاطس. بصوا شايفين دي ايه؟ دول شوية ينسون. ايه ده ينسون على البطاطس؟ ايه التخلف ده؟ لا والله العظيم تحفة جدا وهيعجبكم، وجربوها. والله جربوها، لو ما بتعملوهاش بالطريقة دي جربوها، مش هتسلوا طعمها من حلاوته. قرن الفلفل وفص الثوم وتلات اربع خمس ست حبات ينسون بيدوا طعم تاني، بيودوها في مكان تاني خالص صينية البطاطس. هضرب الطماطم دي في الخلاط وارجع لكم تاني، خليكم معايا. هنا بعد ما حطينا التوابل على صينية البطاطس هنزل بقى ايه بالصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. صينية البطاطس يا جماعة لازم 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 تكون الطماطم فريش، ما ينفعش الطماطم متسبكة. طبعا اكيد كلنا عارفين كده. دول بقى ايه، كانوا شوية تتبيلة من بتاعة الفراخ، تتبيلة من بقية الفراخ. حطيت عليها شوية مية كده في الكبة، حركة الأمهات المشهورة دي، شوية مية في الشفشق الخلاط، شوية مية في الكبة، وننزل بالباقي اللي فيه. حركة الأمهات الجميلة دي، حركة قديمة قوي. هقلبها كلها في بعضها، وهنعمل بقى تكة جميلة قوي. خليكم معايا هقول لكم هي ايه. هقلب صينية البطاطس وارجع لكم، خليكم معايا. ايه رأيكم بقى في الحركة دي؟ بصوا الفرخة واقفة ازاي. بصوا دي ازازة الحاجة الساقعة، طبعا كلكم شايفينها، مش اول مرة اعملها معاكم، انا عملتها قبل كده. دي ازازة الحاجة الساقعة اهي جوه صينية البطاطس. بصوا على فكرة انا غاسلة ايدي كويس والله. دي صينية البطاطس اهي، اهي صينية البطاطس، والفرخة
بصوا صينيه البطاطس اهي، والفرخه اهي جوه صينيه البطاطس. بصوا الازازه، بسم الله الرحمن الرحيم. الازازه اهي من جوه، طبعا الازازه انا مليها ميه اهي. بصوا انا اوريها لكم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، ازازه الحاجه الساقعه اهي مليانه ميه. بصوا مليانه ميه لحد فين اهي. والفرخه اهي جواها تاني، وهندخلها الفرن. الفرخه دي بقى يا جماعه، الميه اللي في الازازه دي بقى هتغلي وهتسوي الفرخه من القلب، هتخلي القلب بتاع الفرخه زبده كده، والفرخه كلها هتستوي ان شاء الله معانا. الطريقه دي بتاخد ساعتين في الفرن. احنا هنحطها دلوقتي الساعه 4 والله 4 وتلت ولا 4 ونص ل 5 كمان. انا هحطها دلوقتي في الفرن ان شاء الله، ونعمل جنبها شويه رز بشعريه، وطبعا احنا مخليين لفت جنبها، واللهم بارك بقى في الفطار. خليكم معانا، هحطها في الفرن وهنبص عليها كل شويه. خليكم معايا. بصوا الفرخه متعذبه جوه الفرن ازاي، جوه فرن البوتاجاز ازاي. بصوا الفرخه واقفه اهي جوه ازازه البيبسي في صينيه البطاطس. بصوا بقى هتنزل كل الدهون اللي فيها بقى في صينيه البطاطس. انا ما حطيتلهاش اي زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، ما حطيتلهاش اي ماده دهنيه لصينيه البطاطس. كل اللي في الفرخه هينزل فيها، هتستوي بقى وهيبقى طعمها تحفه. طبعا احنا كده عملنا اكلتين في اكله، فراخ مشويه وصينيه بطاطس في وقت واحد. انا مولعه البوتاجاز من تحت بس، لان انا البوتاجاز بتاعي بيولع من تحت لوحده ومن فوق لوحده. بوتاجاز 4 عيون، فانا مولعه من تحت بس هي مش هتحتاج تولع من فوق. احنا بنسيبها كده ساعتين. خليكم معانا وهنبص عليها بعد شويه. نعمل بقى شويه رز بشعريه. بالله عليكم ما تنسوا الاشتراك واللايك. اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو، بالله عليكم بالله عليكم. خليكم معايا. نعمل بقى مع بعض شويه رز بشعريه. انا حطيت هنا سمنه، معلقه سمنه وشويه زيت. لازم سمنه على زيت يا جماعه، الزيت بيلمع الرز وما بيخلوش يلزق في بعضه. هحمر الشعريه كويس. طبعا الشعريه دي حسب ما انت بتحبي، ناس بتحب شعريه كتير، ناس بتحب شعريه قليله، ناس بتحب شعريه متوسطه معتدله يعني مظبوطه. فالشعريه دي حسب اراء. انا بحبها شعريه مظبوطه مش كتير بصراحه. ولون الشعريه برضو حسب ما انت بتحبي. حمر الشعريه وننزل عليها بالرز. طبعا الرز ما بيتحطش عليه اي توابل الا ملح بس. في ناس بتحب تحط عليه فلفل اسود، وعلى فكره بيبقى طعمه حلو جدا، بس انا بصراحه ما بحطش، بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. الشعريه تاخد معايا لون. طبعا الشعريه ما بتاخدش وقت وهي بتتحمر. بصوا اللون ده حلو قوي. انا مش هغمقها اكتر من كده، هنزل عليها بالرز. هقلب الرز فيها. خليكم معايا احسن، التليفون سخن، النار سخنت التليفون على ايدي. خليكم معايا. انا قلبت الرز على الشعريه وحطيت له الملح كمان. طبعا لازم نخلي بالنا واحنا صايمين من موضوع الملح ده. الملح لو كتير مش هتعرفي تدويه والله، ولو قليل مش هتعرفي تدويه. فلازم تخلي بالك كويس عشان حرام الاكل ما يبص ما يترميش، لان ما بقتش في حاجه رخيصه. فحرام يعني، لم النعمه تلمك. ده مثل كانت ستي الله يرحمها ويبارك في عمركم جميعا يا رب، كانت دايما تقوله لم النعمه تلمك. انا عملت الرز هسقيه بقى، بس مش هسقيه دلوقتي. انا هسيبه كده لحد ما البطاطس تقرب تستوي هي والفراخ، وبعدين هسقيه عشان يبقى سخن.
خليكم معايا، انا هسيبه كده مش هيحصل له اي حاجه. على فكره انا ساعات اعمله كده من بالليل، اعمله بالطريقه دي من بالليل واسيبه ما بيحصلوش اي حاجه. لو عندي مناسبه ولا عندي عزومه ولا عندي اي حاجه، انا لو بعمل اكل فرح بعمل حلل الرز كلها بالطريقه دي من بالليل واركنها، ما بيحصلهاش اي حاجه، واشتغل في اي حاجه تانية غيرها. لو انت عندك عزومه وهتعملي رز بشعريه، تقدري تحمري كده اي رز، رز بشعريه، رز واحده وواحده، رز ابيض، تقدري تحمريه في الماده الدهنيه بتاعته، وتسيبيه تاني لحد تاني يوم لما تيجي تسقيه، مش هيحصل اي حاجه. تحطيه على النار يسخن وميه مغليه، هيطلع معاكي مفيش 10 دقايق. خليكم معايا، الاشتراك واللايك يا حبايبي. بصوا الساعه بقت 5:30، انا هسقي الرز دلوقتي. مش 5:30 كمان والله، ده 6 الا تلت. انا هسقي الرز دلوقتي، انا مولعه عليه، ولعت عليه تاني، وهنزل بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مملحاه، هسيبه يغلي، واول ما يغلي هوطي عليه واحطه على العين الصغيره. انا دلوقتي حطاه على العين كبيره ومعليه عليه. اول ما يغلي هوطي عليه واحطه على العين صغيره، يستوي بقى ان شاء الله، ونغرفه هو والبطاطس. عايزه اوريكم صينيه الفراخ بقت عامله ازاي. استني خليكم معايا اوريكم صينيه البطاطس. بصوا صينيه البطاطس اهي، والفراخ اهي قربت خلاص تستوي، هانت ان شاء الله على اذان المغرب باذن الله. باذن الله تكون بقت زي الفل. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، انا معذبه الفرخه. لايك للفرخه المتعذبه دي يا جماعه. خليكم معايا يا حبايبي. بصوا الرز مفلفل الواحده بوحدتها ازاي. بصوا الرز جميل. معلش الكاميرا هتغيم مني بقى، مش هتعرفوا تشوفوه. الرز اتشرب حطيته على العين الصغيره وطيت عليه. بصوا الكاميرا غيمت مني ازاي. بصوا المفاجاه. بصوا صينيه البطاطس، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، ولا اروع. بصوا ما شاء الله. بصوا الازازه الفرخه، اللهم صل على النبي. بصوا البطاطس، اللهم صل على النبي، ولا اروع. هانت اهي، قربت خلاص، فاضل على المغرب يعني تلت ساعة بإذن الله. بإذن الله تطلع على المغرب، هغرفها واقول لكم. خليكم معايا، الاشتراك واللايك يا امارات. بصوا البطاطس ما شاء الله استوت، والفراخ استوت زي الفل. هطلعها عشان مش عارفه اصور وانا بطلعها، عشان ما تدليش عليا. خليكم معايا، هطلعها واوريها لكم. اللهم بارك، ولا اروع. بصوا الفرخه عامله ازاي، شايفين الدخان. وصينيه البطاطس، على فكره احنا بنحب الصلصه بتاعتها كتيره كده. صينيه البطاطس جميله ولا اروع، بجد 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 بجد، تسلم ايدي بجد. وشويه رز بشعريه بقى ما اقولكوش، تحفه. بألف هنا وشفا. اللهم بارك اللهم بارك. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك، وتفعلوا الجرس عند كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا هستنى منكم اللايكات، وهستنى منكم تعليقاتكم على الفرخه الحلوه دي. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. كل سنه وانتم طيبين.